يا صباح الفل. بصوا بقى، ده فيديو تحفيزي كده او فيديو تعليمي ل لطافة او يارا الاوريجينال ويارا الفيك. انا جايبه الاتنين دول، في منهم واحده فيك وواحده اوريجينال. طيب ايه هي الفيك وايه هي الاوريجينال؟ من بدايه كده كلنا نشوفها، دي كلها زي بعض بالظبط، حتى الماتيريال. يعني انا حاساها زي بعض بالظبط، ما حدش هيقدر يفرقها بالعين المجرده، من الماتيريال ومن الديزاين والشكل وكل ده اهو زي بعض بالظبط. تمام، بصوا بالظبط. طيب ايه بقى الفرق بينهم؟ بصوا بقى، مبدئيا كده لو انتي جايباها بالبوكس هقولك ايه اللي موجود في البوكس يخليكي تتأكدي انها، عشان بتبقى متبرشمة، تتأكدي انها اوريجينال. طب ايه اللي مش موجود في البوكس تتأكدي انها اوريجينال او فيك؟ لو هي مثلا جايلك هدية من بره، حد مهديكي بيها، فبيشيلوا ساعات البوكسات او كده. بصوا بقى، اول حاجة دي الفيك ودي الاوريجينال. بصوا كده من بعيد، يعني انا عايزة بس اوريكم حاجة. نفس الفونت بتاع يارا ونفس المسافة وكل حاجة زي ما هي. طب ايه الفرق بقى؟ الفرق بصوا كده، مش عارفة هيبان ولا لا. شايفين كلمة يارا هنا؟ يارا هنا هي مش بارزة، مفيش حاجة بارزة خالص، حتى هنا مش بارزة. يارا هنا مش ذهبي قوي، يعني مش ذهبي بيلمع، ذهبي تحسيه طباعة كده. لكن دي اخدة لمعة ذهبي، يعني هنا يارا كده بتلمع فيها، تمام، في لمعة الذهبي. لمعة قوي وباينة، هتلاقوها حتى باينة اكتر في كلمة كاندي. بصوا اللمعة، بصوا هنا، دي طباعة كده ما فيهاش لمعة، ودي طباعة فيها لمعة. تمام. فدي من ضمن الحاجات ان انتوا تشوفوها هتلاقوها بقى في كل الفونت، دي ما فيهاش اللمعة ودي فيها اللمعة. نبص من فوق نفس القصه، بصوا ممكن من فوق هتبان برضه اكتر. دي لطافه اهي، برانتد، ما فيهاش اي بروز ولا حاجه، بس ما فيهاش اللمعه، تلاقوا ان الفونت كده ما فيهوش اللمعه. طب نبص الاوريجينال. الاوريجينال اهو، بصوا باينه اللمعه قوي في التصوير. يعني بصوا كده الاتنين، عشان فيديو بس من على السرير كده، بس انا قلت اوريهولكم. بصوا، دي برانتد كده تحسيها ان هي، يعني عارفة اللي هو ايه، مش عارفة يعني. يعني هما الاتنين مش بارزين، بس تحسيها ان دي ذهبي كده، مرسوم او مطبوع، وده ذهبي تحسيه كأنه بارز، يعني بيدي احساس ان هو بارز بس هو مش بارز، بيلمع كده. بصوا باينه قوي قوي، يعني هتبقى حتى لو مسكتوها باينه اكتر، وهنا باينه اهي، اعتقد انها باينه قوي يعني. تمام. طيب ايه الفرق التاني؟ الفرق التاني هو الغطا، هو يعني بصوا من جوه، حتى انا حاولت اكتشف الفروق علشان اللي يبص عليه يفهمها على طول. بصوا الغطا اهي، ده بتاع الفيك وده بتاع الاوريجينال، الاتنين زي بعض تقريبا، مفيش فرق كبير. اللي فرق بقى ايه؟ انا حاسس الاوتومايزر او الاوتومايزر هنا اقصر من هنا، هنا اطول. بصوا هنا اهو، الاوتومايزر هنا اطول من ده، ده مكبوش شويه، ده لا. الاوتومايزر هنا ده قصير شويه، ده هنا طويل. تمام، طويل شويه، ده هنا قصير. اوكي. ايه تاني؟ ده تاني فرق. حلو كده، يبقى اول فرق الطباعه، وده تاني فرق. تالت فرق بقى، ودي واضحه قوي وهتبقى يعني تسهل عليكم الدنيا. بس تبقوا تشوفوا الفروق كلها. بصوا هنا كلمه لطافه هي موجوده اهي، يبان ان هي لطافة واوريجينال وكل حاجة. تمام، وفي باركود جنبها اهي، وميدين يو اي او يو اي اي، قصدي الامارات. دي بقى بصوا، اللوجو كبير، الباركود كبير، مش صغير زي دي اهو. هنا الباركود صغير جدا مش باين اهو، ده. لكن هنا الباركود كبير، الستيكر نفسه كبير، وهو ستيكر عادي جدا، ونفس الكتابة وكل حاجة، بس هنا الباركود باين قوي وكبير، يعني اكبر من اللوجو، بيبقى واضح قوي. هنا في العلامة المائية، دي علامة مائية بالباركود. تمام، دي كلها علامة مائية كده بالباركود بتاعها. تمام، دي باينة قوي في البوكس. البوكس كله بقى هنا بارز، هنا بارز، هنا بارز، دي بارزة. تمام، الحاجات الورود دي كلها بارزة. تمام. من تحت، البوكسات اللي موجودة في السوق فيها ده كله من تحت هو، لكن دي مش موجودة.
العلامة المائية دي باللوكو مش موجودة. بس ده فيديو كده توضيحي للفيك بتاع يارا، الناس محبين يارا، عشان تتأكدوا انتوا ايه الدنيا. انا جايبها من محل كان عامل عليها عرض من 1100، بس مش عامل على الكاندي زي ما هي، كان عامل على يارا بينك اللي بيحبها بين 1100 و 850، لكن دي زي ما هي جبتها منه ب 1100 تقريبا، 1150 حاجة كده يعني. بس هو محل مضمون، بيبيع حاجاته كلها اوريجينال، خصوصا الاريبيان ما عندوش اي برفانات اوروبية. هي عنده البرفانات الإريبيان، يارا، الأسد، الماسك، اللي هي خالص ماسك، كل الحاجات بتاعت لطافة وغير لطافة، الإريبيانز كلها حابين الإريبيانز، بيبيعوا أوريجينال وعمل عليها ديسكاونت حلو. ده مش إعلان ليه خالص، ده أنا لقيته بالصدفة، ولا يعرفني ولا أعرفه، وما بحبش أعمل إعلانات، بس اللي هو يعني علشان أفيدكم بس مش أكتر، ويبقى رزق ليه، لو حد عايز يسأل عليه يسأل في الكومنتات، مش هزعلكم. بس كده.